مرحبا وأهلا وسهلا بكم قناة مطبخي الصغير. فيديو اليوم خلينا نحضر كعك الأساور الفلسطيني بالتمر بمقادير جدا مضبوطة وناجحة من أول مرة وطلع كلش طيب. فعلا كعك مشهي ويا استكان شاي أو فنجان قهوة. فخليكم ويانا لنهاية الفيديو وإن شاء الله ينال إعجابكم، ورجاء لا تنسون الدعم والاشتراك بالقناة. وهسه خلينا نبدي بالوصفة. هنا عندي ربع كوب من المي الدافي، راح أضيف له نص ملعقة صغيرة من الخميرة وأحرك ونخليه بين ما نحضر بقية المواد. بعدها خلي نحضر المواد الجافة. عندي 3 أكواب من الطحين، راح أضيف له ربع كوب من السكر البودرة وملعقة كبيرة من اليانسون وملعقة كبيرة من حبة البركة، وأضيف له نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة صغيرة من الملح. وبعدها راح أضيف 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة ونخلط المواد حتى تمتزج بشكل جيد مع الطحين. وهاي بوعاء عميق ضفت نص كوب من السمنة ونص كوب من الزبدة المذابة، ذوبتهم في 30 ثانية بالميكروويف. وراح أضيف ربع ملعقة صغيرة من الكركم حتى يعطي اللون الأصفر الحلو للكعك، ونحرك. وهنا ضفت الخميرة وربع كوب المي ونحرك. وبعدها راح نبدي بإضافة الطحين بالتدريج ونحرك إلى أن يمتزج ويا السوائل. بعدين نبدي بإضافة الكمية ثانية، وهنا ضفت ملعقتين كبار من المي، وراح نضيف طحين ونخلط ونستمر إلى أن نضيف الكمية كلها. هسه نعجن بالإيد حتى ينعجن بشكل جيد. فكمية المي اللي ضفتها هي ربع كوب زائد ملعقتين كبار، وضيفوها كلها بالتدريج لأنه يجوز يحتاج أقل أكثر، تعتمد على نوع الطحين المستعمل. بس هنا الكمية اللي احتاجتها هي ربع كوب اللي خلينا بيه الخميرة، وآخر شي ضفت ملعقتين كبار. والعجينة تكون طرية نوعا ما تكون قاسية، بس بسهولة تتشكل. وهاي هنا صارت جاهزة بهذا الشكل، شوفوا شلون طرية. نتركها نغطيها بقطعة من البلاستيك ونتركها ترتاح، مو تختمر بس ترتاح بين ما نحضر حشوة التمر. هنا عندي كمية من معجون التمر تقريبا باون ونص، راح أضيف له رشة من الدارسين اللي هي القرفة ورشة من الهيل المطحون، ونعجن. وهاي حشوة التمر صارت جاهزة. ونشكلها على شكل أصابع حتى يكون جاهز من نبدي نسوي الكعك. نبرمه بهاي الطريقة على شكل أصابع رفيعة. بعدها خلينا نبدي بتشكيل الكعك. ناخذ قطعة من العجين بحجم الجوزة تقريبا ونفتحها بهذا الشكل، تنفتح بسهولة لأن هي عجينة طرية وكلش حلوة. نضيف قطعة من التمر ونغلق الأطراف، نضغط عليها بشكل جيد حتى تنغلق، وبعدها نبرمها بهذا الشكل. نرفعها، ما نريدها تكون ثخينة كلش لأنه أثناء الخبز هم تنفش وما تصير حلوة. وبعدها نغلق النهايات بهذا الشكل، نسويها على شكل سوارة ونخليها بصينية بها قطعة من ورق البارشمنت، وناخذ قطعة ثانية بنفس الطريقة نفتحها ونضيف قطعة من التمر ونغلقها بشكل جيد. زين عيني بهاي الطريقة إلى أن نكمل الكمية كلها. طريقة كلش سهلة. نغلق النهايات، نضغط عليها. وهاي صينية الكعك صارت جاهزة حتى ندخلها للفرن، والفرن لازم يكون حامي
على 350 فرنهايت 180 مئوية، ونخليها بالرف الوسط، وتاخذ لها تقريبا فد 20 إلى 25 دقيقة، وطبعا مع المتابعة المستمرة. وهسه راح أدخلها للفرن. هاي الكعك مالتنا صار جاهز، طلعته من الأوفن، أخذ له 20 دقيقة. وطبعا ما تتصورون ريحة الهيل واليانسون شقد طيبة بالبيت. كعك كلش طيب ومشهي، بعجينة روعة. كعك الأساور الفلسطيني بالتمر فعلا كعك كلش لذيذ، لازم تجربوه. يلا عيني، وصلنا لنهاية فيديو اليوم. رجاء لا تنسون الاشتراك بالقناة والتشجيع بتعليق ولايك. شكرا جزيلا على المتابعة، ومع السلامة.